يلا بينا نعمل مع بعض ميك اب العيد سيمبل كده وحاجه بسيطه خالص. جبت بقى كده معايا كونسيلر من لوريال، تمام، وجبت كمان معايا بيوتي بلندر. بس اول حاجه هرطب بشرتي كده بمرطب من ستيفز، تحفه جدا يا بنانيت. اللي ما جابوش وما جربوش فايته كتير جدا. رطبت بقى كده بشرتي كلها ورقبتي كمان، ما ننساش الرقبه ولا الايدين كمان، يعني متستخسريش من نفسك حاجه. سبته بقى كده 5 دقايق ينشف. بعد كده جبت الكونسيلر، حطيت كده تحت عيني وحطيت كده في الاماكن اللي انا عاوزه انورها، لكن هو اصلا هيتفرد على بشرتي كلها، شيء زي ما انتم شايفين معايا كده. تفضلي بقى كده تطبطبي لغايه ما كل حاجه تتفرد. لكن انا للامانه بصراحه، يعني علشان اكون صريحه معاكم، انا في الطبيعي مش بحط كونسيلر غير في المناسبات او الافراح بس. آم، لكن في بنانيت يعني بتحب تحطه كده، وبتحب برضو تحط الفاونديشن. لكن انا حبيت بما اني بصور اعمل معاكم حاجه بسيطه وخفيفه كده. جبت كمان جيلي الحواجب ده. عملت الحاجب ده زي ما انتم شايفين كده، يعني تحسوه رد عن اللي انا بعمله دلوقتي ده. وزي ما انتم هتشوفوا برضو بترفع الحاجب شعرة شعرة حلوة جدا، واحدة واحدة، وما تزهقيش لغاية ما الشعر يتظبط معاك كده لفوق يعني. خدي وقتك وادي لكل حاجة وقتها. وده ليه بقى؟ علشان انتي لو مش بتعرفي تحطي ميك اب او ترسمي ايلاينر او تعملي اي حاجة، يعني كل ما بتدي الحاجة كده وقتها، بعد كده مع الاستمرار بقى وتقعدي كده تتعلمي مع نفسك، هتعرفي تعملي كل حاجة. بعد كده بقى ما ثبت الحاجة بشعرة شعرة. آه جبت بقى كده معايا البودر، طبعا مش هعمله بجل لان انا مش رايحة فرح. ويا ريت يعني يا ريت، لان الواحد بجد بجد بيشوف حاجات فظيعة جدا في العيد. وعلى فكرة الميك اب اللي انا بعمله ده برضو مش بخرج بيه الصبح وانا رايحة صلاة العيد او كده، لا، ببقى طبيعية جدا. لكن اللي انا بعمله ده وانا خارجة بقى بعد كده، تمام، يعني فاهمين قصدي. بس يا ريت يعني ما يبقاش ايه فوق العين بقى اخضر، لان بيتي لا احمر، انت مش رايحه فرح هايدي بنت عمتك انت، يعني حاجات كده خفيفه يا بنانيت. دلوقتي بقى بثبت كده باللوس باودر. ولو اخدتوا بالكم معايا في الحاجب وانا بعمله، انا مش بحط في النص، انا يا دوبك بس بظبط الراس من قدام ومن الحاجب بس من فوق كده بحدده، يعني يعتبر بحدده، انما مش بملاه بالبودر، تمام. انا مش بحب املاه بالبودر، انا بس بحدده، بحدد الحاجب من الراس من قدام ومن ورا بس كده. حطيت بقى كده بعد ما ثبت باللوس باودر، حطيت بقى بلاشر بينك وخفيف كده حلو كده، يعني حاجة كده بسيطة برضو. ده العيد يا جماعة. ببتسم بقى كده وبحط كده برضو البلاشر على خدي بظبطه. لو انتي مش بتعرفي تحطي البلاشر مظبوط او كده، بتبتسمي والتفاحتين اللي هيطلعوا لك دول حطي عليهم بلاشر هتلاقيه مظبوط معاكي. جبت بقى كده باليت الاي شادو، اخدت منها كده درجتين، درجة فاتحة ودرجة غامقة من البنيات، وبدفي بس كده الجفن بتاع العين من فوق، بدفيه بس. لكن انا مش بعمل لون قوي او اي حاجة، انا بس بدفي الجفن زي ما قلت لكم، فوق وتحت برضو كده، يعني من فوق ومن تحت بديله كده ايه، نعومة كده. بس زي ما شفتوا اخدت ميكس بين ده وده برضو فوق وتحت وهكذا. زي ما انتوا شايفين برضو اللون مش قوي جدا، يعني حاجة بس دافية كده وخلاص. دلوقتي بقى كده ايه، جبت بقى كده برضو الايلاينر، اخدت كده خط طويل كده لورا، وبعد كده نزلت بخط تاني وتملي بقى ايه الفراغات، تمام. بس دلوقتي بقى كده انا بزعق علشان مودي كان جالي، فبزعق معاه بس كده. علشان ايه؟ يعني ما تلاقونيش اتحولت مره واحده كده، لو لقيتوني اتحولت مره واحده كده قدامكم ما تستغربوش، اعرفوا ان الولاد عمالين رايحين جايين حواليا، وانا اصلا لما هم جولي ما عدتش عرفت اعمل منهم اي حاجه، بس كملت برضو قلت بقى وزي ما تيجي تيجي. بس. وعلى فكرة كمان انا مش بعمل سحبة الايلاينر طويلة قوي كده في الطبيعي، يعني بصراحة لان زوجي العزيز مش بيحبها طويلة كده. جبت بقى كده رفعة الرموش بحطها بالشكل ده، بتديني كده قلبة للرموش لفوق، بحيث ان انا لما احط الماسكارا وكده تكون مرفوعة لفوق وكده، يعني تكون شكلها حلو كده. بس حطيت بقى كمان كحل اسود، لكن مش بحب اتقله، بحط كده يعني ايه حاجة بسيطة كده برضو. وكمان حطيت من القلم ده كده قدامي العين بيديني كده انارة، وماسكارا كمان وكده. عاوزة اقول لكم
ان شاء الله بعد كده هعمل معاكم لوكات كتيرة جدا، سواريه وحنة وكل حاجة. فاللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان هيفوتوا كتير جدا جدا، وان شاء الله لوكات هتعجبكم بعد كده ان شاء الله. يعني دي حاجة بسيطة بس كده علشان العيد، وما نقفرش في العيد برضو كده زي ما قلت لكم. بس كده حددت بقى كده شفايفي، وكمان قفلت كده السبعة اللي فوق دي علشان تدينا فوليوم، ان الشفايف فيها فيلر يعني بيكون كده عامل زي ما انتوا فاهمين يعني كده. وجبت بقى كمان المنديل زي ما شفتوا معايا، اخدت كده فيه الزيادات من الروج، وجبت كمان الهايلايتر بنور كده في الاماكن اللي انا عاوزاها تدي فيها اناره، اللي هو على الخدود العظميتين بتاع الخد والانف وكده. وكده خلاص يكون اللوك بتاعنا خلص. لوك سيمبل وبسيط جدا وحاجة يعني مش اوفر. زي ما قلت لكم بمسح بقى كده الايلاينر اللي انا عملته معاكم ده، وهعمل الايلاينر يعني السحبة اللي انا اصلا في الطبيعي بخرج بيها، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان زوجي العزيز مش بيحبني اشده شدة طويلة كده، لا بيحب يعني حاجة بسيطة وخلاص تدي شكل العين وخلاص. وبرضو لو اخدتوا بالكم ان انا باجي لغاية نص العين، يعني قبل النص كده كمان، وبقف بالخط مش بجيب العين من اولها لاخرها. وبكده خلاص يكون الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسونوش باللايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تتفرجوا عليا، وتكتبوا لي تعليق تحت في التعليقات، وكمان تعملوا متابعة. بس كده، مع السلامة، باي.